عاملين ايه يا حبايب تيتانولا؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية الأرنب زيكو والجزرة العجيبة. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في غابة مليانة أشجار وأزهار وحيوانات صغار كان عايش أرنوب اسمه زيكو. زيكو كان أرنب طيب ولذيذ، بس كان عنده مشكلة واحدة، بيزهق بسرعة. كل يوم الصبح يقوم من النوم يقول: ياه، نفس الغابة، نفس الجزر، نفس اللعب، أنا زهقت، عايز حاجة جديدة ومختلفة. في يوم من الأيام زيكو قرر يروح يزور تيتا فوفو اللي كانت ساكنة في آخر الغابة، وعندها جنينة خضراء وواسعة. تيتا فوفو كانت قاعدة بتسقي الزرع وهي بتغني أغنية حلوة. راح زيكو وقال: صباح الخير يا تيتا فوفو، جيت أشوفك، بس بصراحة أنا زهقان قوي. ضحكت تيتا وقالت له: يا حبيبي يا زيكو، الزهق ده وحش، بس أنا عندي ليك مفاجأة حلوة يمكن تضيع زهقك. وشاورت تيتا فوفو على ركن في الجنينة وقالت: شوف الجزرة دي. بص زيكو لقي جزرة، بس مش زي أي جزرة. الجزرة دي كانت بتلمع كأنها متغطية بنجوم صغيرة، ولونها مش برتقاني عادي، لأ، ده كان أخضر وعليه نقط موف. زيكو فتح بقه وقال: يا الله، إيه الجزرة العجيبة دي يا تيتا؟ تيتا قالت له: دي اسمها جزرة الأمل، أنا زرعتها من بذرة سحرية، وبيقولوا إن اللي بياكل منها بيشوف أحلى مغامرة في حياته. زيكو نط من الفرحة: الله، هي دي بقى اللي هتكسر الروتين بتاعي، ممكن أخدها؟ تيتا قالت له وهي بتضحك: طبعا يا حبيبي، بس خد بالك، الجزرة دي لازم تتقسم على 2 عشان المغامرة تحلى. زيكو الجزرة اللي بتلمع وجري علشان خاطر يلاقي حد يشاركه المغامرة. لقي صاحبه السنجاب سنبل اللي كان عمال يخبي بندق في شجرة كبيرة. زيكو نادى: يا سنبل، يا سنبل، سيب البندق وتعالى، لقيت كنز. ورى زيكو الجزرة لسنبل اللي عينه برقت وقال: يا الله، دي بتنور، يلا بسرعة ناكلها ونشوف ايه اللي هيحصل. قسم زيكو الجزرة نصين وأكل كل واحد نصه. أول ما أكلوها حصلت المفاجأة. حس زيكو وسنبل إن جسمهم بقى خفيف خفيف، وفجأة لقيوا نفسهم طايرين في الهوا زي البالونات. مش طايرين في الغابة، لأ، دول طايرين فوق بيت لحد ما دخلوا من شباك المطبخ. لقيوا نفسهم على رخامة مطبخ أبيض، كل حاجة حواليهم بقت عملاقة. السكينة بقت سيف كبير وبيلمع، كوباية الشاي بقت بحيرة كبيرة، علبة الكبريت بقت عاملة زي البرج العالي. صرخ سنبل: ايه المكان ده وايه الأحجام الضخمة دي؟ زيكو قال وهو خايف ومبسوط في نفس الوقت: تيتا فوفو قالت مغامرة، أكيد هي دي المغامرة. وهم واقفين محتارين شموا ريحة تحفة، ريحة حاجة لذيذة وجديدة. قال زيكو: الله، ايه الريحة الحلوة دي؟ اتسلق سنبل بسرعة فوق سيف السكينة عشان يشوف، وصرخ: دي قطعة جبنة شيدر، بس ايه ده؟ دي قد جبل، عايزين نطلع فوقها. بس علشان يطلعوا على الجبنة اللي كانت محطوطة على الرخامة العالية كان لازم يعملوا شوية مغامرات عشان يقدروا يوصلوا للجبنة. وصلوا الأبطال للجبنة الشيدر اللي كانت بتلمع زي الذهب. قال زيكو وهو بياخد نفس: ياه، عمري ما شفت جبنة بالجمال ده. قال سنبل: كل ده علشان أكلت نص جزرة؟ طب لو كنت أكلت جزرة كاملة كان ممكن أطير على المريخ. بياكلوا من الجبنة الشيدر اللذيذة وحسوا إنهم أسعد وأشجع حيوانات في العالم. بعد ما شبعوا وضحكوا ولعبوا شوية، بص زيكو من الشباك لقي الشمس بدأت تغيب. قال لسنبل: يلا يا سنبل، لازم نرجع قبل ما الليل يليل وتيتا فوفو تقلق علينا. أول ما قال نرجع حسوا تاني إن جسمهم بقى خفيف خفيف، وفجأة لقيوا نفسهم راجعين
تاني في غابة تيتا نفوفو بس بحجمهم العادي. جريوا بسرعة على تيتا فوفو اللي كانت بتستناهم بابتسامة. تيتا فوفو قالت: اتبسطتوا؟ كانت المغامرة حلوة؟ زيكو نط في حضنها وقال: يا تيتا، دي كانت أحلى مغامرة في حياتي. سافرنا المطبخ وركبنا المركب وكلنا جبنة قد الجبل. تيتا فوفو قالت بحكمة: يا حبيبي يا زيكو، الجزرة دي مش سحرية قوي زي ما انت متخيل، بس هي بتخليك تشوف إن أحلى المغامرات ممكن تكون في الحاجات اللي بنزهق منها كل يوم. محتاجة بس شوية شجاعة وشوية مشاركة من صديقك. زيكو فهم الدرس وبص لسنبل وضحكوا مع بعض، ومن اليوم ده زيكو بطل يزهق بسرعة، وبقى كل يوم بيدور على مغامرة جديدة في جنينة تيتا فوفو، أو حتى في حتة بندق جديدة خباها سنبل.